عارف ان كان في قصة حب كبيرة جدا بين فريد الأطرش وشادية؟ أنا حبيبة مصطفى في سر جديد من أسرار أبيض وأسود. حلقة النهاردة هنستكشف فيها حياة فريد الأطرش، هنعرف تفاصيل كتير جدا ومحطات مهمة في حياته اللي ناس كتير ما يعرفوها. خلينا نستكشف الحكايات دي، يلا بينا. اتولد 19 أكتوبر 1910. فريد الأطرش اتولد لعائلة سورية، وكان والده هو قائد ثورة الدروز ضد الاستعمار الفرنسي في سوريا، لكن بسبب الثورة العائلة اضطرت انها تهرب من سوريا للبنان لحد ما جم لمصر. وصلوا القاهرة في وقت كان الوضع المادي صعب جدا، ودي كانت بداية مليانة تحديات بالنسبة لفريد. اما بالنسبة لأمه علياء المنذر، كانت ست قوية جدا وعندها صوت جميل، فبدأت تغني وتشتغل علشان تقدر تعيش ولادها بعد وفاة الأب. شادية أخته اللي كلنا عارفينها باسم أسمهان كان ليها برضه نصيب في حياة الصراعات دي. فريد اتعلم العزف على العود في سن صغير جدا، وكان عنده حب كبير جدا للموسيقى، وده بسبب والدته اللي زرعت فيه الشغف ده. اللي مش معروف عن فريد هو انه قبل ما يبقى نجم مشهور كان بيغني في ملاهي شارع عماد الدين. بدأ في اماكن زي كازينو بديعة مصابني، وده كان واحد من اشهر الملاهي في القاهرة. هنا بقى قدر فريد يكتسب خبرة كبيرة جدا في التعامل مع الجمهور، وطور مهاراته في العزف والغنى. رغم ان دي كانت فترة صعبة جدا في حياته، لكنها كانت البوابة الاولى لعالم الشهرة. فريد الأطرش كان دايما بيدور على فرصة عشان يظهر فيها موهبته اللي بجد، ودي جت مع دخوله الإذاعة المصرية في بداية الثلاثينات. المرة دي كانت البداية الحقيقية. قدر يبهر المشرف على الإذاعة وقتها مدحت عاصم، اللي اداله فرصة انه يغني اغنية يا ريتني طير. الاغنية دي حققت نجاح كبير جدا، وكانت نقطة تحول في حياته. من هنا فريد الأطرش بدأ يجذب انتباه الجمهور كمغني وعازف عود محترف. فريد الأطرش ما اكتفاش بالغنى بس، لكن دخل عالم السينما وحقق نجاح ضخم جدا. افلامه مع سامية جمال كانت واحدة من اكتر الثنائيات الفنية المشهورة في تاريخ السينما المصرية. ورغم ان العلاقة بينه وبين سامية كانت مليانة مشاعر حب قوية، لكنهم ما اتجوزوش. فريد كان رافض فكرة الجواز لأسباب شخصية، وكان دايما بيقول ان الفن هو اهم حاجه في حياته. ورغم كده حبه لسامية جمال كان واضح جدا في افلامهم المشتركه، وخصوصا في مشاهد الرقص والغنى اللي كانت بتظهر الكيمياء القويه بينهم. واحده من الاسرار في حياه فريد الأطرش اللي ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه هي علاقته القويه جدا بشادية. كانوا بيحبوا بعض بجد، وكان فريد مستعد يغير مبدأه الرافض للجواز علشان يرتبط بيها، لكن بسبب حالته الصحيه اللي كانت دايما في تدهور الزواج ده ما تمش. والعلاقه بينهم كانت مليانه مشاعر واحترام متبادل، وده كان واضح جدا في الافلام اللي جمعتهم سوا زي اغنيتهم الشهيره يا سلام على حبي وحب. فريد الأطرش كان واحد من الفنانين اللي قدروا يمزجوا بين الموسيقى الشرقيه والغربيه في اعماله. اغانيه كانت دايما بتتميز بالشجن العميق واللحن الراقي، لكنه كمان قدم انواع موسيقى زي التانجو اللي خلاه يدخل قلوب الناس مش بس في العالم العربي، لا كمان في دول زي روسيا وفرنسا. اغانيه زي زهرة في خيالي وقلبي ومفتاحه كانت امثله على ابداعاته المتنوعه. وفي النهايه اتوفى فريد الأطرش 26 ديسمبر 1974. فريد الأطرش مش بس كان موسيقار عظيم، لكنه كان انسان مليان مشاعر واسرار كتير مخفيه عن الناس. رغم التحديات الصحيه والماليه قدر يسيب بصمه عظيمه في الموسيقى والسينما اللي هتفضل دايما في ذاكره الاجيال. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لنا في الكومنتس عايزين نتكلم عن مين الحلقه الجايه.